طب يا دكتور لو حصل بقى الحروق ديت، ايه هي الاسعافات الاوليه؟ في ناس بتحط تلج على وشها بعد الحرق ده عشان يهدى او عشان الحرق يخف. هقول لحضرتك يعني دي من بعض الوسائل ان الواحد يجري على طول يحط تلجايه، بس من احسن الوسائل لاي حروق في الدنيا مش بس حروق الشمس انك تسيبي عليها الميه الساقعه. ده احدث وافضل طريقه لانك تلحقي بقيه الجلد، انك تسيبي عليه الميه الساقعه، سواء حرق شمس او حرق اي حاجه تانية. اي حرق في الدنيا تجري تحطي ايدك تحت الميه الساقعه. التلج طبعا من ضمن المهدئات القويه اللي تعارفنا عليه فترات طويله وسنين طويله، بس يعني الميه الساقعه انك تسيبي ايدك الجاريه كده على الايد وهي ساقعه احيانا بتكون افضل في المراحل المتقدمه. يعني اول ما اتحرقت على طول اروح جاريه حاطه ايدي تحت الميه، او المنطقه اللي اتلسعت تحت الميه اسيب عليها الميه شويه، بعدين ابتدي احط كريمات. في كريمات دلوقتي مخصصه ان هي تسحب الحراره من الجسم وترجع الجلد لطبيعته، عشان نحاول على قد ما نقدر ان احنا نقي الجلد انه يسيب اثار او علامات او بثور او كده. لا قدر الله حصلت بقى مشكله، لازم ساعتها اتوجه لطبيب علشان يقدر يوجهني في الاتجاه المظبوط، ان انا استخدم كريم مظبوط. انما بقى الاختراعات بقى اللي طالعه، احط مش عارف اكسر بيضه بقى واحط معجون بقى والعسل والحاجات دي، طبعا يعني مش قادره اوصف لك، ده بيودي الحرق في حته مش في حته تانية، في حته تاسعه. يعني احنا كده بنقعد نعالج، بدل ما هنعالج اسبوعين احنا ممكن نعالج 3 شهور.